غوريلا قاعدة في الغابة بتبص على الذكر اللي عاجبها، وبكل شياكة بتبدأ تغازله. في عالم الغوريلا أنثى الغوريلا هي اللي بتبدأ أول خطوة، ولو مش مرتاحة بتنسحب في ثواني من غير دوشة ولا دراما. يعني ببساطة لا في تحرش ولا إجبار ولا وجع دماغ، يا تقبل يا إما سلام. الأنثى تقرب تبصله، تلف حواليه، تحرك رجليها بطريقة فيها دلال، ولما الذكر يحس بيها يا يكمل يا يطنش، وساعتها تنسحب كأنها بتقول مفيش نصيب، بالتوفيق في حياتك يا صاحبي. بس اللي يخليك تضحك وتندهش في نفس الوقت إن الغوريلا من الحيوانات القليلة اللي بتعرف تمارس العلاقة وجها لوجه زي البشر تماما، وده توثق بالكاميرات اللي اتزرعت وسط الغابات في أفريقيا. كاميرات خفية كشفت حاجات كتير عن الغوريلا، بس مش هنقدر نعرضها يا صديقي لأنهم زي ما قلت لك التزاوج بتاعهم بيكون زي البشر بالظبط. لكن العلماء بعد ما راجعوا المشاهد دي يتفاجئوا أكتر من اللي عرفوه عن الغوريلا. في عالم الغوريلا مفيش ديمقراطية. عارف إيه أغرب قاعدة في عالم الغوريلا؟ بس هو اللي من حقه يختار عروسته، وتبقى محظوظة الأنثى اللي يختارها زعيم المجموعة للتزاوج. الغوريلا الذكر الكبير اللي معروف بسيلفر باك، يعني اللي ظهره فيه لون فضي، هو الوحيد اللي ليه الحق في كل الإناث في المجموعة، واللي يفكر يقرب يتفرم. الزعيم عنده عضلات مش هزار. الغوريلا عموما هي حيوان عبارة عن كتلة متحركة من العضلات، ولا أحسنها بطل كمال أجسام. قوة ذكر الغوريلا البالغ بتتقدر بقوة 5 أشخاص من البشر، فما بالك بقى بقوة زعيم القطيع وقوة غوريلا السيلفر باك. وعشان كده لو ذكر تاني بس فكر يلف حوالين واحدة من الإناث بيقابله بعلقة تاريخية تنسيه اسمه. بس برغم عضلاته وقوته الزعيم ده مش بلطجي، ده ليه دور مهم، بينظم القطيع، بيحميهم من الحيوانات المفترسة، بيحل الخناقات ويوفر الأمان للإناث. وده اللي بيخلي الأنثى تختاره، مش عشان العضلات بس، كمان عشان بيحسسها بالأمان. التواصل بين الغوريلات مش زي ما الناس فاكرة خالص مجرد صراخ أو همهمات، ده عندهم لغة كاملة. بيستخدموا تعبيرات وش، نظرات، حركات بإيديهم، وحتى الضرب على الصدر. ولو شفت مشهد غوريلا بتزعق لحد تلاقيها بتبصله بنظرة كأنها بتقول فيها كفاية كده بقى، أنا كده هسيب لك الغابة وامشي. اللي يخليك تنبهر أكتر إن في مواقف حقيقية غوريلا أنثى تبنت طفل غوريلا يتيم وربته كأنه ابنها، وده رغم إنه مش ابنها ولا من نسلها. ده احنا عندنا في البني ادمين في اللي بيرمي ولاده في الشارع، ولكن الغوريلا الحمد لله مش كده. نرجع بقى لموضوعنا، التزاوج مدته قد ايه؟ وليه بيحصل اكتر من مرة؟ ليه الحمل عند الغوريلا صعب؟ وايه اغرب سلوكيات الغوريلا مع اولادهم؟ ومين الحيوان الوحيد اللي ممكن يخلي الغوريلا تهرب؟ اقولك يا صديقي، لو كنت فاكر ان التزاوج عند الغوريلا بيكون فيه رومانسية طويلة يبقى لازم تعرف الحقيقة. العلاقة نفسها مدتها من 5 ل 15 ثانية بس. والله يعني بالكاد تبدأ وتلاقيها خلصت. بس العجيب ان ده ممكن يتكرر أكتر من مرة في نفس اليوم، وخصوصا لو الأنثى بفترة الشوك بتاعتها اللي بتيجي تقريبا كل 28 ل 35 يوم زي مواعيد الدورة الشهرية عند السيدات عندنا. بالنسبة للحمل هنا الموضوع بياخد بعد تاني. مدة الحمل عند الغوريلا الحمل 8 شهور زي تقريبا الحمل عند البشر، بس المشكلة مش في المدة، المشكلة في الندرة. الأنثى بتخلف مرة كل 4 أو 5 أو 6 سنين، يعني فرصة الإنجاب قليلة جدا، وده بيخلي أي طفل يتولد كأنه كنز. أول ما الطفل بيتولد بيكون وزنه حوالي 2 كيلو جرام بس، يعني أقل من كيس سكر صغير. الأنثى بتمسكه وتحضنه طول الوقت لدرجة إنه بيبقى لازق فيها حرفيا، ينام فوقها، ياكل فوقها، ويمشي معاها وهي شايلاه كأنه شنطة ظهر. الغوريلا الأم بتبقى حنونة جدا وما بتسيبش ابنها لحظة، وبتفضل تحميه بكل قوتها حتى لو حياتها في خطر. الغوريلا من أذكى الكائنات على كوكب الأرض. العلماء أثبتوا إنهم بيستخدموا أدوات زي عصيان للحفر، أحجار لكسر الثمار،
أو حتى أوراق شجر للتمويه وهم بيصطادوا أو يستخبوا من المطر. طب انت تعرف ان في غوريلا مشهورة اسمها كوكو اتعلمت لغة الإشارة وكانت بتتواصل مع البشر وبتفهم مشاعرهم؟ كوكو دي لما قطتها ماتت زعلت عليها فترة وكانت بتعمل إشارات حزينة تعبر بيها عن الفقد. يعني مش بس ذكية، دي عندها عاطفة كمان. رغم كل ده الغوريلا كائن حساس جدا وما بتحبش تتهز كرامتها. لو حست إنها مترصدة أو متراقبة خصوصا وقت التزاوج بترفض تكمل، وبعضها بيمتنع عن التزاوج لأسابيع لو حاسس بعدم الأمان أو لو في توتر حواليه. وده اللي خلى الباحثين يزرعوا كاميرات خفية في الغابات عشان يقدروا يشوفوا اللحظات دي من غير ما الغوريلا تحس بيهم. واللي شافوه خلاهم يتأكدوا إن الغوريلا فيها لمسة من الإنسانية، علاقة فيها مشاعر، اختيار، احترام، وحتى رومانسية خفيفة. الغوريلا مش مجرد عضلات وصوت عالي، دي كائنات ذكية حنونة بتغار بتحب وبتربي، يمكن أنضف من البني آدمين في حاجات كتير. فاللي بيقول دي حيوانات حقيقي لازم يراجع نفسه، لأن الغوريلا أوقات بتتصرف بإنسانية أكتر مننا. لو حبيتوا الرحلة دي في عالم الغوريلا ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات ايه أغرب حيوان شفتوه في طريقة التزاوج بتاعته، واستنونا في حلقات جاية عن حيوانات تانية هتبهركم بذكائها، حبها وغيرتها وحتى أخلاقها.